وهنا القط الرمادي كان شرير جدا وبيضرب مراته الحامل، وكان بيرمي الأكل عليها وهو سخن، وهي بتفضل تعيط من اللي بيعمله. بس بعد فترة خلاص فاض بيها، وقررت هتسيب له البيت وتمشي تنقذ نفسها وابنها. لكن وهي ماشية في طريق ملهاش حد، وبتقول في نفسها هروح فين ولا هنام فين، أنا ماليش حد. وكان في قط مشمشي شافها صعبت عليه جدا، وجري عليها وحكت له اللي حصل معاها وهم ماشيين. وقالت له أنا عليا وش ولادة، وجوزي قعد يضربني وكنت هسقط. راح قايلها ما تقلقيش، أنا معاكي وهاخد باله منك. وكان بيروح الشغل ويسيبها ترتاح، وهو كان شغال في شغل متعب وشاق، وكان بياخد الفلوس يشتري ليها حاجات تفرحها. ولما رجع البيت اتصدم إن خلاص ميعاد الولادة جه، وهو اتوتر جدا وما كانش عارف يعمل إيه، واتصل بسيارة إسعاف بسرعة. والقطة ولدت وجابت بنوتة بيضة زي التلج، وكانوا عيلة سعيدة ومبسوطين جدا، والأب الشرير كان ندمان على اللي عمله.